انتي عارفة ان شطارتك في المالتي تاسكينج هي السبب في انك بقيتي بتنسي بسرعة وتركيزك في الارض؟ محدش قالك ان المالتي تاسكينج بيضحك على مخك وبيخليه يشتغل بمجهود مضاعف وبيطلع نتيجة ضعيفة؟ الحقيقة العلمية ان دماغنا ما تهيأتش لتعدد المهام، احنا اصحاب مهمة واحدة بالفطرة، ولما بتنطي بسرعة بين المهام انتي هنا بتهلكي دماغك وبتضعفي انتباهك بشكل عام. الشخص المالتي تاسكر اللي بيتم الترويج ليه دائما وابدا على انه شخص جميل جدا وهذا هو المطلوب، الشخص ده بيضطر يستخدم جزء اكبر من قدراته العقلية عشان يخلص نفس المهمة اللي غيره بيخلصها بمنتهى الهدوء. يعني بتبذلي مجهود جبار والنتيجة اخطاء وتشتيت. الموضوع مش بس نسيان، ده كمان ضغط دم عالي وتوتر مزمن. يعني تعدد المهام بيرفع هرمونات التوتر زي الكورتيزول والادرينالين لاقصى ليفل. الدراسات لقت ارتباط بين تشتت الانتباه وضعف منطقة القشرة الحزامية الامامية في الدماغ، ودي المنطقة المسؤولة عن تنظيم العواطف والسلوك. يعني من الاخر انت بتحرقي اعصابك بالبطيء. طب يا ترى ايه الصح بقى؟ الصح اننا نرجع اصحاب مهمة واحدة. جربي ال5 حلول دول. قاعدة ال20 دقيقة، وهي مهمة واحدة كل 20 دقيقة، وهو ده المعنى الصح والصحي لتعدد المهام. حددي وقت للموبايل، بلاش يفضل في ايدك طول اليوم. اقفلي النوتيفيكيشنز وقت الشغل. رتبي مكانك لان الفوضى البصرية بتشتت العقل. والسر الأهم هو ممارسة المايندفولنس أو اليقظة الذهنية، زي لما بتركزي في تلوين تفصيلة واحدة وممنوع تخرجي بره الخط. انت هنا بتعملي صيانة لدماغك علشان بتجبريها إنها تركز في شيء واحد بس، فبالتالي بيقل التوتر وبيتصلح التشتيت اللي كان موجود قبل كده. انت فعلا ممكن تعملي مهمتين في نفس الوقت، ولكن مش محتاجين تركيز كبير، زي مثلا انك تكوني بتتمشي على التريد ميل وبتقرأي كتاب، او انك مثلا تكوني بتتكلمي في الموبايل وبتشربي مية. لكن لو لاحظتي ان انت لما بتيجي تعملي مهام محتاجة تركيزك كله ومحتاجة انتباهك كله، هتلاقي ان النتيجة بيكون فيها اخطاء وتشتيت كبيرة. زي انك تكوني بتخلصي تاسك او بتحضري بريزنتيشن، المبدأ بيقول استخدم انتباهك صح والا هتفقده. المالتي تاسكينج خدعة، ركزي في حاجة واحدة وادي لعقلك فرصة انه يتنفس. تفتكروا ايه اكتر مهمة تانية بتعملوها وانتوا شغالين ومحتاجين تبطلوها فورا؟